عمرك وقفت قدام مشروع وسألت نفسك ازاي بيكسب؟ تلاقي محل عليه بس كام عميل او 2 3 بس هو المحل شغال وبيكسب على طول، وتلاقي مثلا ابلكيشن او تطبيق عليه ملايين الناس بس هو هيقفل وخسران. الفرق هنا مش في المنتج او في الخدمه، لا الفرق في البيزنس موديل. الاولاني بيستخدم البيزنس موديل الصح لمنتجه والمشروع، والتاني بيستخدم البيزنس موديل الغلط لمشروعه. عاوز تعرف انواع البيزنس موديل وانهي واحد هيبقى مناسب لمشروعك؟ تابع معانا الفيديو للاخر. اول موديل اللي هو التراديشنال تريدنج موديل او البيع المباشر. مثلا هنتخيل مع بعض محل لبس في وسط البلد، العميل بيخش يشتري المنتج، بيدفع الفلوس، البياع بيكسب ازاي؟ من خلال فرق السعر. رغم بساطة الموديل ده وسرعته، الا ان هو صعب انك تكبر فيه، لان هو بيحتاج بضاعة كتيرة ومصاريف كتيرة. تاني موديل السبسكريبشن موديل او الاشتراك في الخدمة او المنتج. هنلاقي منصات زي نتفليكس وواتشيت وبي ان سبورت، الحاجات دي كلها، ومنصات مثلا برضو هنلاقي الجيم مثلا لو هتشترك فيه اشتراكات شهرية او سنوية. الحاجات دي بتعتمد على الاشتراك الثابت للعميل، هو بيدفع لك اشتراك ثابت وانت بتقدم له الخدمة بتاعتك. الموديل ده من انجح الموديل لان هو بيبني ثقة ما بينك وما بين العميل، وبيحقق لك دخل ثابت على المدى الطويل. ثالث موديل الفريميوم موديل، وده من اذكى الموديلز اللي بيستخدموها. ان انت الاول حاجه هتدي العميل نسخه مجانيه يجربها، هيتعلق بالمنتج او الخدمه بتاعتك، وبعد كده هيحب ان هو يعمل سبسكرايب او يشترك في الخدمه المدفوعه. طبعا الخدمه المجانيه لازم تبقى حلوه، والخدمه المدفوعه مغريه وواو. الفكره ان هو ممكن تستخدمه لو بتستهدف ناس او عملاء اونلاين وبعدد كبير. هنلاقي منصات زي جرامرلي بتاعت التعليم، وكانفا بتاعت الديزاين، وهنلاقي مثلا سبوتيفاي وغيرها كتير. رابع موديل الادفيرتايزنج موديل او الاعلانات. هنا الشركات بتكسب من خلال الاعلانات اللي بتقدمها على المنصات، والمستخدم هنا هو اللي بيبقى المنتج الحقيقي. مثلا لو شركات بتحط الاعلانات بتاعتها زي يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، هنا الموديل ده بينفع لو عدد المستخدمين الاونلاين كتير جدا. خامس موديل الماركت بليس او السمسار. هنا انت الموديل ده بيربط طرفين ببعض، ممكن البياع بالمشتري او العميل بالمطاعم. المهم ان انت ما بتحتاجش مخزون كتير فيه، ما بتحتاجش بضاعة، انت بتحتاج اهم حاجة ثقة الناس او العملاء. ده بيبقى مفيد لو العدد الناس المستخدمين كتير. هنلاقي ناس بتستخدمها او شركات بتستخدمها زي المنيوز، بتربط المطاعم بالزباين، او اوليكس او جوميا بتربط البياع بالمشتري. سادس موديل اللي هو الساس موديل او سوفت وير از ا سيرفيس. هنا الشركه بتقدم لك خدمات اونلاين في مقابل ان انت بتعمل سبسكريبشن او اشتراك شهري. هتقدم لك خدمات زي الكلاود سيرفيسز او الخدمات السحابيه، مع اي ابديت يحصل اوتوماتيك مجرد ان انت مشترك في الخدمه ديت. ده من اقوى الموديلز الموجوده في السوق اللي هو الساس موديل. مميزاته انك تكلفه قليله على العميل ودخل ثابت ومستمر للشركه. هنلاقيه موجود في السي ار ام مثلا، الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، السوفت وير دوت اللي هو بيستخدمه الشركه ما بين الشركه نفسها والعميل، وتشوف تقيس الكاستمر ريليشن شيب عامل ازاي. وهنلاقيه في البي او اس اللي هو بيستخدمه اي متجر او اي شركه، بتشوف اي الترانزاكشنز او العمليات اللي حصلت ما بينها وما بين العملاء، وتشوف كل الديتيلز والتفاصيل بتاعتها بدل ما تستخدم الطريقه القديمه في التسجيل. سابع موديل الفرانشايز موديل. بتاخد اسم البراند او الشركه المعروفه، بتاخد نظام التشغيل، بتاخد السيستم النظام نفسه، بتاخد الوصفات، بتاخد كل حاجه وتبدا على طول فورا. الفكره ان هو مش هتحتاج تبدا من الصفر، هتبدا من ليفل تاني، يعني ليفل خلاص الناس ابتدت، انت تاخد اسم الشركه نفسها وتبدا على طول. مناسب دوت لو بيبقى المخاطره اقل وبتحقق ارباح كويسه. من اشهر الشركات اللي عملت فرانشايز هنا في مصر مثلا KFC ودانكنز دونت. تامن موديل اللي هو اون ديماند موديل او تحت الطلب. الموديل دوت بيعتمد اهم حاجه على السرعه، وبيحتاج نظام تشغيل قوي، وبيحتاج اداء كويس او سرعه في الاداء. فمثلا هنلاقي امثله زي ان درايفر، اوبر، كريم، طلبات. الحاجات دي كلها العميل اول لما يطلب بيحتاج ان هو الخدمه تحصل فورا، بيحتاج سرعه في الاداء، وبيحتاج ان هو ما يتعبش وهو بيستخدم الابليكيشن. في
في النهاية اختيارك للبيزنس موديل مش حاجة بسيطة، ده الأساس اللي هتبني عليه الشركة بتاعتك، يا تنجح يا تفشل. ممكن تختار بيزنس موديل واحد وممكن تدمج ما بين كذا بيزنس موديل مع بعض زي ما الشركات الكبيرة بتعمل. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكوا الفيديو الجاي، وخليك دايما سابق بخطوة. سلام.